السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيكون مختلف شوية، هيكون فيه شوي وكده. وطبعا أنا جبت كده فرختين وقطعتهم كده صغير. تمام. الفرخة حوالي قطعتها على حوالي 12 قطعة أو تقريبا 12، من 12 ل 13 قطعة، لأن زي ما انتم شايفين الفراخ كان حجمها طبعا كبير، حوالي 2 كيلو ونص. فلازم عشان تتشوي لازم تتقطع صغير زي ما انتم شايفين كده، وقطعتها من 12 ل 13 قطعة. ودلوقتي طبعا غسلتها ونقعتها كويس بمحلول نقع. ودلوقتي طبعا بعمل فيها في الدبابيس وفي القطع بتاع الوراك وفي الصدور، بعمل فيها فتحات كده عشان تشرب من التتبيلة اللي هنعملها دلوقتي، عشان تشرب كويس جدا من التتبيلة. وكمان وقت الشوي ما تغيبش على النار. النهاردة الفيديو مختلف، هنروح نشوي طبعا البيت بتاع أمي زي ما انتوا عارفين كده في الغيط، جنب الغيط وكده. فهنروح هنعمل، مش هنشتري فحم، هنجيب خشب ونولع كده. وخليكم معايا للاخر عشان تشوفوا التفاصيل، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. دلوقتي طبعا هجهز التتبيله بتاعه الفراخ. طبعا جبت حوالي 5 بصلات كده، لان هما الفرختين زي ما قلت لكم كبار، ومقطعاهم يعني الفرختين عاملين حوالي 26 قطعة 25 قطعة. تمام. ودلوقتي جبت حوالي من 5 ل6 بصلات كده متوسطين يعني، وبقشرهم كده وبنضفهم. نسيت اقول لكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. في ناس كتير بتتفرج على الفيديو بتنسى تحط اللايك، وبتقابلني في الشارع وتقولي انا شفت الفيديو بس ما بتحطش لايك. ما تنسيش يا حلوة يا أمورة تحطي لايك. ولو عجبك الفيديو حطي له لايك، ما عجبكيش خلاص ما تحطيش. وما تنسوش كمان اللي اول مره يشوف القناه يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. دلوقتي خلاص انا خلصت البصل وجبت الخلاط، وهحط فيه طبعا البصل اللي انا خرطته. تمام. واحط معاه كمان شايفين ده نص قرن شطه حامي، نص قرن صغير كده عشان ما تبقاش سبايسي قوي عشان الولاد. وجبت كده 4 5 طماطمات كده وقطعتهم وحطيتهم مع البصل. تمام. وعشان الخلاط يمشي كده احط معاهم كمية الزيت اللي هحتاجها للتتبيلة. وكمان هحط معاهم معلقتين 3 كده كاتشب حار، ومعلقتين 3 من المستردة. تمام. الكاتشب والمستردة اختياري. تمام. دي مستردة اختياري، هما كانوا عندي فانا حبيت ازود بيهم الطعم. لكن البصل بصل طماطم معلقتين خل معلقتين زيت ده اساسي. تمام في الخلاط. لكن الكاتشب والمايونيز الكاتشب والمستردة اختياري. تمام. وبعد كده ما حطينا المكونات هنخلطهم كويس، طماطم مع البصل مع النص قرن فلفل حامي مع معلقتين 3 زيت مع معلقتين 3 من الخل. تمام. وهنخلطهم كويس، بس انا زودت معاهم معلقتين كاتشب ومعلقتين مستردة. بعد ما اتخلطوا كويس زي ما احنا شايفين كده والخلاط مشي تمام زي الفل، هنجيب طبق كبير كده غويط. كان رزقك ضيق وسعه عشان ما نجيبش حاجة ضيقة ونقعد محتارين فيها، فنجيب طبق كده واسع عشان الكمية ما شاء الله. ألف هنا وشفا للأكل. وبعد كده طبعا هعصر عليها ليمونتين، حتى انا سبت القشر في قلبهم يعني، كنت غاسله الليمون كويس من بره. ودلوقتي بتبل بقى، احط ملح واحط فلفل. تمام. معلقتين ملح معلقه فلفل. تمام. احط كمان معلقه بابريكا. وده اللي في ايدي ده بهارات فراخ، بيكون فيها طبعا مرقة دجاج، بيكون فيها زعتر، بيكون فيها قصدي روزماري كده. واحط بابريكا وهقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، يعني بهارات فراخ وملح وفلفل وبابريكا. تمام. ومعلقة جنزبيل مطحون. ودلوقتي كده طبعا كنت حاطه الفراخ في المصفى كده عشان تتصفى واي ميه زياده تنزل منها. تمام. عشان ما يبقاش فيها ميه والميه تنزل في التتبيل
فتخليها مش تقيلة، تخليها مصلصلة كده. ودلوقتي طبعا بعد ما قلبتها كويس هحط طبعا اغطيها، لو عندك غطا حلة غطي بيه، عندك كيس من اللي هو بتستخدميه في غطا العجين او كده غطي بيه. انا طبعا كان عندي استرتش راب، عشان طبعا انا غطيتها باسترتش راب مش باي حاجة تانية ولا بغطا ولا بكيس، عشان انا هاخدها وهروح بيها عند امي وكده. انا عاملاها عندي في الشقة، متبلاها عندي في الشقة. وحابة اقول لكم ان انا طبعا تبلتها من الصبح وما رحتش عند امي، كنت رحت مشوار واتاخرت، فما رحتش غير اخر النهار، يعني اللي هو المغرب وهو بيأذن. حتى يعني يقولوا احنا جوعنا، انت هتجيبي لنا الفراخ امتى ومش عارفه ايه وهنشوي امتى. قلت لهم نشوي بالليل، نشوي المغرب. لان كنت رحت مشوار واتاخرت. دلوقتي طبعا اخويا محمد ومحمد جوزي الاتنين قاعدين، زوجي الغالي قاعدين بقى، جابوا طوب كده من اللي هو الطوب الابيض ده وعملوا بيه. كنت انا وريت لكم لو تفتكروا في فيديو قصير كده، وريته لكم للذره المشوي. لا لسه ما نزلتوش تقريبا. عاملين حاجة كده زي حويطة كده من الطوب، وحاطين فيها، جابوا خشب وولعوه. وانا قلت طبعا عقبال ما الخشب كده يولع كده ويصهرج كده ويبقى مظبوط، دخلت انا جوه الشقة. معلش طبعا الاضاءة هناك مش قوي يعني. وجبت الشبكة كده وابتديت اشيل من الفراخ وارص على الشبكة بتاعة الشوي. تمام. الإضاءة طبعا انتوا عارفين الإضاءة مش قوي، فاعذرونا يعني. وخصوصا كمان ان احنا كنا المغرب ما يعني بالنهار هناك الجو إضاءة كويس، لأن البيت بره في الغيط وكده، بره البلد. لكن بالليل طبعا بيبقى الجو الإضاءة مش حلوة. ودلوقتي طبعا أنا رصيت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، حاولت إن الشواية تاخد الكمية كلها عشان نقفلها ونتحكم فيها، لان مش هنشوي على الشواية. الحمد لله عندنا شوايات وكل حاجة، بس احنا حبينا ان احنا نشوي كده على الفحم طبعا زي ما انتوا شايفين كده. النار كانت مولعة، فانا قلت لمحمد اخويا لا هوي قوي قوي بالمروح بالكرتونة اللي في ايده ده، عشان الحتة النار دي تنطفي، عشان لو وصلت للفراخ هتلسوعها كده وتحمرها وهي لسه مستوتش. تمام. فكان بيحاول يطفي الحتة اللي هي المولعة الصغيرة دي. شايفين الخشب وصل لدرجة ايه. ودلوقتي طبعا بعد ما عدى مدة كده بوريكم طبعا المنظر بتاعها حلو جدا، وقاعدين نشوي جنب غيط الذرة. تمام. وبعد كده طبعا انا كنت حابة بقى ان انا افتح كده عليها زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بعد المغرب في الوقت ده، فتحت بقى طبعا عليها كده عشان ان انا اقلبها كده تقليبة كده واشوفها اخبارها ايه. طبعا الجو ضلمة زي ما انا قلت لكم مفيش اضاءة قوي غير اضاءة التليفون، هي الاضاءة الوحيدة، وفي لمبة كده قدام البيت. بس طبعا احنا بره في مكان مفتوح، فاللمبة مش عاملة حاجة يعني. تمام. ودلوقتي انا بقلبها كده زي ما انتم شايفين كده. وكانت مرات اخويا في الوقت ده بتعمل طبعا رز وسلطة ومخلل، بتجهز الاكل جواها، يعني بتعمل رز وسلطة وكده جوه. وانا مسؤولة طبعا تتبيل الفراخ وشويها، لان هما ما كانوش عايزين يعتمدوا على محمد ومحمد عشان ما يحرقوش الفراخ قوي. حتى انا قلت لهم لا. كنت انا رفعاها شوية في الاول، رفعاها على طوبتين بعيد عن النار شوية لحد ما استوت ودخلت في سوا. وبعد كده شلت صفة من الطوب ونزلتها لتحت شوية عشان تاخد لون. ده اللي خلاها طعمها تحفة جدا، وكل اللي أكل فيها شكر في التتبيلة وفي السوا وفي الشوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده هقلبها كلها وهسيبها كمان حوالي من 10 دقايق كده.
تمام. زي ما انتم شايفين الطوب اللي هو بره ده كان محطوط فوق ده، فكانت صفتين من الطوب. دلوقتي طبعا شفتوا ده المقطع ده اللي عايزه اوريه لكم، كانت في صفه تحت من الطوب وصفه فوق. فانا لما بدأت خلاص تاخد سوا وكده نزلتها تحت على نزلتها تحت، يعني شلت صفة من الطوب وقربتها من النار شوية تحت، ورجعت تاني بعد ما خلاص اتحمرت وكده وعايزاها بقى ايه، هبدأ بقى احط لها، كنا شغالين نحط طوب ونشيل طوب، رفعتها تاني على الطوب. تمام، على طوبتين كمان رفعتها لفوق شوية عشان ما تكونش قريبة جدا من النار في الوقت اللي انا جبت التتبيلة اللي كانت فيها الفراخ. وبدأت احط تاني على الفراخ عشان تطرى كده وتبقى جوسي كده وكويسة. ورفعتها بعيد شوية عن النار عشان يدوب كده تشمع كده والتتبيلة اللي عليها تنشف. وبعد كده هنشيلها. تمام. دلوقتي مرات اخويا طبعا كانت عملت الرز وسلطة ومخلل، وانا ومحمد اخويا طبعا بنسابق علي ياخد دبوس كده وياكله. وطبعا كانت مرات اخويا بتصورنا صورة واحنا اللي بناكل فراخ. والفراخ كان طعمها تحفة جدا. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد على خير.